القديس يوسف النجار الكنيسة بتلقبه بخادم سر التجسد. كان راجل كبير عمره حوالي 80 سنة. القصة كلها بدأت لما احتاجوا ان مريم العذراء تخرج من الهيكل وتعيش مع راجل كبير في السن تخدمه وياخد باله منها، وجمعوا عصيان كتير واستقرت حمامة على عصا يوسف النجار. ولأنه إنسان بار، لما ظهر الحمل على مريم العذراء أراد تخليتها سرا من غير مشاكل، لكن ظهر له الملاك وقال له أن ده حمل من الروح القدس. وعلى فكرة الملاك ظهر له مرة كمان لما قال له خذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر. معنى كده أنه كان متعود على ظهور الملائكة. طبعا الاهتمام في قصة الميلاد بشخص السيد المسيح ومريم العذراء، لكن كل مرة هنشوف فيها صورة المزود وصورة هروب العائلة المقدسة لأرض مصر هنلاقي فيها يوسف النجار، بس كانت خدمته في الخفاء، وما تذكرش ولا مرة إن هو قال قول في الكتاب المقدس أو البشائر الأربعة. هو كان حامي سر الخلاص وكان عارف إن الطفل ده هو الإله المتجسد، لكن فضل أمين للنهاية، عارف كل الأسرار وما بيتكلمش. تنيح وتقريبا عمر السيد المسيح 16 سنة، يعني ما شافهوش وهو في مجده وبيعمل معجزات.